اليوم رح نعمل كعك الزنجبيل، كعك الأساسي بعيد الميلاد وموسم الأعياد اللي نحن فيه. بينفع الصبح مع فنجان قهوة أو بعد الغداء مع كاسة شاي. ومش بس هيك، كل هالكمية عملناها بس ب3 أكواب طحين. أنا أسامة ويلا نبلش. خلينا نجهز المكونات سوا. رح بلش بالمكونات الجافة كالعادة، وأول شي رح أنخل 3 أكواب طحين، هيك بضمن إنه الكعك يطلع ناعم وما في أي تكتل. بعديها رح أضيف ملعقة صغيرة زنجبيل، ولو بتحبوا نكهة الزنجبيل أكتر تقدروا تضيفوا ملعقتين صغار، ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة بيكنج صودا، رشة جوز الطيب، رشة قرنفل، ورشة ملح. وبقلب الخليط على الخفيف وبخليه على جنب. وهلأ بننتقل لقلب الوصفة. مكونات السائل: عندي 3/4 كوب من الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة، رح أخفقها شوي صغيرة لحتى تطرى بس. وبعدين رح أضيف عليها 3/4 كوب من السكر البني و3/4 كوب من العسل الأسود أو الملاثث، رح أخفقهم على الخفيف لحتى يتجانسوا من غير ما يصيروا كريمة. بعديها راح أضيف بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وإذا بتحبوا فيكن بهالمرحلة تضيفوا ملعقة صغيرة من الفانيلا للنكهة. رح كمل خفق لمدة دقيقتين أو لحتى يصير القوام عندي رملي بهالشكل. وإذا فرطت معكن الزبدة عادي، الطحين رح يخلي الخليط يرجع يتماسك. وهلأ بنضيف المكونات الجافة على الخليط، وبالسباتيلا بعجن شوي أول شي لحتى تلم العجين، وبعديها بكمل عجن بإيدي على الخفيف بس لحتى تتماسك، ما بدنا نعجن كتير أحلى ما يقسى عندي الكعك. وقسمت العجينة لقسمين وفردتن بين ورق الزبدة تقريبا سماكة نص سنتي بهالشكل. ورح دخلن على الفريزر حوالي نص ساعة بس لحتى يشدوا حالن ويسهل علي التشكيل. طلعنا العجينة وبلشنا نشكلها بقوالب الكريسماس. ماما طبعا كانت عم بتساعدني بالكواليس، وأكيد ما في عيد من غيرها. رتبناهم بصواني ألمنيوم سميكة مع ورق زبدة مشان الكعك ما يلزق بالصينية، ودخلناهم الفرن الرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة مئوية من 10 ل 12 دقيقة. يعني أول ما تشوفوا الأطراف بلشت تتحمر طلعوهم. هيك بيكون كعك الزنجبيل جاهز، والريحة لحالها تعمل أحلى عيد. جربوا هالوصفة وعملوها مع أولادكن أو أهلكن، وإذا حبيتوها خبروني بالتعليقات وقولولي مع قهوة أو مع هوت شوكليت. لا تنسوني باللايك والسبسكرايب، وكل سنة وانتو بخير.